تعال بقى للكورسات في الجامعة. بص، جامعة زي جامعة الجلالة مثلا، ففكرة الكورسات عندنا في الجامعة شبه معدومة. جامعة زي جامعة مصر الكورسات موجودة، لكن كل الطلبة اللي أنا سألتهم أجمعوا إن شرح الدكاترة كافي ووافي وممكن تعتمد عليه وما تحتاجش لأي كورسات. لكن فكرة الكورسات أو الكونسبت بتاع الكورسات نفسها لا، هي موجودة في كل كليات الجامعة. طيب عشان تكون فاهم ده عيب ولا ميزة؟ لا، هو عيب أكتر منه ميزة. فكون مفيش كورسات خالص وإن الكونسبت ده مش موجود، ده بيدل إن حرفيا أنت مش محتاج الموضوع ده، فمش هتدفع مصاريف زيادة. إنما كون الكونسبت موجود فده معناه إن أحيانا بتحصل، وده مش دايما، بتكون محتاج كورسات. طيب تعالى بقى المنح المتفوقين. جامعه مصر فيها منح متفوقين للناس اللي بيجيبوا جي بي اي عالي، بس انا ما قدرتش اوصل للنسب بتاعتها. يعني ما قدرتش اوصل ان انت لو جبت جي بي اي 4 هيكون ليك منحه كذا، ولو جبت جي بي اي 3.7 هيكون ليك منحه كذا. ما قدرتش اوصل للارقام دي، بس وصلت لان فعلا بيكون فيها منح. فلو فيكم حد من الطلبه المتفوقين دي، يا ريت يكتب لنا المنح دي بتكون قد ايه. في حاجه اهم، جامعه مصر بقى هي واحده من الجامعات اللي بتراعي بوينت مهمه جدا، الا وهي ان انت لو فاتتك الجامعه بتاعتك على نص في المية، على نص درجه، على 2%، فجامعه مصر بيكون ليك فرصه كبيره جدا تقدم فيها وتتكفل بدراستك بشكل كامل مجانا في حاله ان انت فاتتك الكليه بتاعتك على نسبه قليله في الثانويه العامه. بص، في حاجه مشهوره جدا عن جامعه مصر، ان السيستم بتاعها او السيستم بتاع الجامعه بيكون بيحاول ان هو يخليك تشيل مواد فتنزل سمر فترجع تدفع للجامعه. الموضوع ده منتشر جدا وبيتقال، لكن هل ده صح او لا؟ اللي انا عايز اقوله لك، انا ماليش دعوه ده صح ولا لا، لكن اللي كل الطلبه اجمعوا عليه ان امتحانات جامعه مصر بتكون صعبه. يعني انت طالما هتذاكر انت كده كده هتنجح، ده كل الناس اجمعت على كده. لكن لو انت هدفك ان انت تقفل، فانت لازم تجتهد مره واثنين وثلاثه واربعه، لان بجد الامتحانات بتاعه الجامعه بتكون صعبه. مين الشخص اللي هيكون هدفه ان هو يقفل في الحياه الجامعيه غير شخص يكون حابب ان هو يقدم على المجال الاكاديمي؟ فلو انت هدفك المجال الاكاديمي، فانا بقول لك من دلوقتي بص، ان الموضوع مش هيكون سهل. يعني حرفيا لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، انت هتلعقه حرفيا. طيب في بوينت برضه لازم تكون عارفها، ان جامعه مصر بيكون ليها تنسيق داخلي. يعني ايه تنسيق داخلي؟ يعني انت ممكن تكون جبت التنسيق الخارجي. التنسيق الخارجي مثلا طب السنه دي هيكون من 80%، اي حد جاب 80% يقدر يدخل اي جامعه خاصه. لكن جامعه مصر يكون مقدم عليها 1000 شخص لكن متاح 200 كرسي بس، ففي الحاله دي هيكون الجامعه تعمل تنسيق داخلي الا وهو مثلا 85%. فاي حد اقل من 85% مش هيدخل، فالجامعه بيكون فيها تنسيق داخلي. طيب في حل لموضوع التنسيق الداخلي ده؟ في حل، بس مش بنقول كده. في بوينت مهمه جدا، الجامعه فيها مكتبه لذيذه جدا، كل الطلبه اجمعوا عليها ان القعده فيها بتكون حلوه والمكيف فيها رايق جدا، يعني ده على كلامهم، فما تنساش تروح تذاكر هناك. اخر حاجه بقى للعيوب اللي انت مستنيها، انا عايز اقول لك احنا قلناها اثناء الفيديو. اول حاجه ان الدراسه فيها بتكون صعبه شويتين 3 4، لازم تاخد بالك من الموضوع ده، والامتحانات بتكون صعبه، وان المصاريف انت بتدفع في اول سنه مصاريف اداريه وتامين معامل والحاجات دي، فدي برضو لازم تعمل حسابك عليها. واخر عيب ان نظام الجامعه سيريس شويتين 3 4، فلازم تراعي حاجه زي دي. بس بعيدا عن كده، دي كل حاجه حرفيا تخص الجامعه دي. اتمنى اكون كفيت ووفيت، واتمنى اكون يعني جالك دلوقتي شيء من نظره على الجامعه. واخر حاجه عايز اقولها لك، احنا عاملين جروب مجمعين فيه كل طلبه الجامعات الخاصه والاهليه، وبنكلمكم كل يوم عن جامعه من الجامعات دي، ونبدا نكلمكم عن الكليات. فلو انت لحد دلوقتي لسه ما جمعتش صوره كامله، ولو حابب تسال طلبه من الطلاب الموجودين في جامعه مصر او في كليه معينه فيها، فالجروب ده متاح ليك ان انت تدخل فيه وتسال فيه زمايلك اللي انت عايز تسالهم عن اي حاجه. اخر حاجه عايز اقولها لك كدكتور صيدلي، دمتم في رعايه الله.